وكالات الأنباء. دايما مصطلح وكالات الأنباء بنقراه في الجرايد أو أحيانا على التلفزيونات. بنشوف أخبار وبيكون مكتوب عليها وكالة أنباء صرحت أو وكالة أنباء قالت. يعني إيه وكالة أنباء؟ وكالة أنباء دي شركة بتبيع أخبار وصور. هي فكرة غريبة شوية، يمكن ناس كتير ما تعرفش عنها حاجة. يمكن بدأت في القرن ال19 في فرنسا أول مرة. بيبقى عبارة عن شركات ومؤسسات بتشتغل على تجميع الأخبار، عندها صحفيين، عندها مصورين، وبيبدأوا يبيعوها لوسائل الإعلام التانية. الفكرة كانت غريبة جدا لما بدأت في فرنسا، ولكن انتشرت بسرعة جدا. استفادت منها الصحف في الوقت دوت. وبدأت تنتشر بعد كده. في واحد كان بيشتغل في وكالة الأنباء الفرنسية ديت وسافر ألمانيا وعمل وكالة الأنباء الألمانية، ثم انتشرت الفكرة في العالم كله. وبقى في يعني جانب مهم جدا في الإعلام اسمه وكالة الأنباء. وكالة الأنباء دي بتبيع الخبر بتاعها للمؤسسات الإعلامية وبتاخد فلوس، اشتراكات شهرية أو اشتراكات سنوية. والفكرة كلها قايمة على إنه بيعمل شغل متميز جدا وبيبدأ يبيعه للناس اللي بتستفيد منه. طيب الصحف والتلفزيونات بتستفيد ايه من القصه دي؟ تستفيد ان هي ممكن يبقى عندها مثلا، زي بدل ما تبقى عندها مراسلين في كل انحاء العالم فبتبدا تشترك في وكاله انباء. العيب بتاعها مثلا انه الخبر بيبقى موجود عند كل المشتركين، ولكن اي مؤسسه اعلاميه تقريبا تقدر تقول انها ملتزمه او غصب عنها لازم تشترك في وكاله الانباء. ليه؟ لانه لو ما اشتركتش هيبقى الصحف المنافسه او التلفزيونات المنافسه عندها اخبار مش موجوده عندها. فبشكل عام يعني لازم كل المؤسسات الإعلامية دي تشترك في وكالة الأنباء. الفكرة الغريبة دي أثرت جدا في الإعلام. وبقى في ناس متخصصة فقط في إنها بتشتغل في وكالة الأنباء. زمايلنا الحقيقة الإعلاميين اللي بيشتغلوا في أو الصحفيين اللي بيشتغلوا في وكالة الأنباء والمصورين كمان غالبا ما بيشعروا بالظلم. بيبذلوا مجهود كبير جدا، بيكتبوا أخبار زي الصحفي العادي بالظبط، وبيصوروا صور زي الصحفي العادي، لكن أساميهم ما بتنزلش. الصحيفة أو الجريدة اللي مشتركة في عدة وكلاء أنباء بيبقى عندها كمان المراسل بتاعها أو الصحفي بتاعها. المبدأ العام إنه لو الصحفي بتاعك جاب نفس الخبر أو نفس الموضوع بتاخد شغل المراسل بتاعك. إذا الوكالة مزودة شوية بتاخد جزء الزيادة وتحطه وتكتب اسم الصحفي بتاعك وتكتب اسم وكالة الأنباء. وكالات الأنباء في العالم معروفة بحروف، لأنه اسمها بيبقى كبير شوية فما ينفعش ينزل في الجرايد، فبقت في اختصارات. وكالة الأنباء المصرية طبعا بنختصرها بألف شين ألف، اللي هي وكالة أنباء الشرق الأوسط. وبالإنجليزي اسمها الحقيقة كان يعني مناسب جدا، اسمها مينا لأنها ميدل إيست نيوز ايجنسي. فاختصارها مينا، معروفة في العالم. مع الوقت كمان بدأت الحكومات تعمل وكالات رسمية. الوكالات دي لا تهدف إلى الربح، ولكنها بتعبر عن الدولة. هي بتنشر أخبار الدولة. أي خبر بينزل في وكالة أنباء بيعتبر خبر رسمي. يعني ما ينفعش إن حد يكذبه أو يقول. وفي بعض الصحف بتنتظر لما وكالة الأنباء الرسمية تبدأ تطلع الخبر. الحقيقة وكالات الأنباء العالمية كمان بتقدم خدماتها بلغات كتيرة جدا. يعني الفرنسية مثلا، الأمريكية زي رويترز، زي كل الوكالات العالمية بتقدم مثلا خدمة باللغة العربية. فبقينا نستفيد منها جدا. ويعني اكيد ليها اهميه كبيره في عالم الاعلام. دايما هتقروا وكالات انباء، دايما هتقروا اختصارات، حاولوا تعرفوا اسماء الاختصارات دي. دايما الخبر اللي بيطلع من وكاله انباء بيكون موثوق فيه جدا، وخبر حقيقه موثق وخبر قوي. ويعني عنده مصداقيه كبيره جدا. يمكن في الفترة اللي جاية اختلفت شوية، هتختلف كمان الشغل شوية مع وجود الإنترنت والصحافة الإلكترونية. السرعة في الأداء بيكون سريعة جدا. مثلا الخبر اللي بتذيعه وكالة الأنباء النهاردة بيرجع يتنشر في الجورنال تاني يوم. فبيبقى في ناس بتتابع أو بتراجع ورا أخبار وكالات الأنباء، بتعيد صياغة الوقت. ما بنقولش مثلا افتتح اليوم بيبقى افتتح أمس. بيعيدوا صياغة الخبر بما يتناسب مع الجريدة. خبر وكالة الأنباء مبقاش ليه عنوان مثلا، بتحط له عناوين. فالحقيقة هو عالم كبير جدا ومنفصل عن الصحف والمجلات، ولكنه مهم جدا في عالم الإعلام.